يا مساء الفل على كل عشاق العربيات في مصر. معاكم عمرو مجدي، والنهارده احنا قدام اصعب سؤال في 2026. معايا مليون جنيه وبفكر اركب ايه. زمان المليون ده كان بيركبك مرسيدس وبي ام، بس النهارده المليون ده بقى هو الباكج اللي بنحاول نعصر فيه نفسنا علشان نجيب عربيه زيرو يعتمد عليها. النهارده جمعت لكم 10 عربيات لسه تحت المليون جنيه، في صيني وفي ياباني وفي تقفيل محلي وفي مغامرات جديده. هقول لك الخلاصه ومميزات وعيوب كل واحده، وفي الاخر هقول لك لو انا مكانك هحط فلوسي في مين. وهات لي بقى كوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا الفيديو. المليون جنيه هتجيب لنا عربيه في فئه من الثلاثه دول. اول حاجه الفئه الاقتصاديه اللي هي وحوش الشوارع، وتاني حاجه وهي فئه اللكجري، خلينا نقول اللكجري الشعبي، وفئه الكروس اوفر والجديد في السوق. اول حاجه معانا في الفئه الاقتصاديه وهي طبعا الملكه، العربيه اللي مش بتموت، نيسان صني 2026. سعرها بيبدا من حوالي 745,000 للفئات الاولى. مميزات العربيه دي قطع غيار في السوبر ماركت واعاده بيع زي الذهب وتكييف ثلج وكل الحاجات اللي انت عارفها دي. عيوبها بقى ان الثبات مش احسن حاجه بعد ال 120 والشكل القديم اللي محتاج يتغير من قرون ده. تاني حاجه معانا وهي شيري اريزو 5، ودي بقى منافسه الصني المباشره. سعرها الرسمي بيلعب في 760 ل 800,000، والعربيه دي بتيجي بموتور 1500 سي سي وفيها اوبشنز اكتر من الصني بكتير وشكلها عصري. بس خلي بالك نشافه العفشه محتاجه حد صبور عليها، بس كقيمه مقابل سعر هي كويسه. تالت اختيار معانا وهي البروتون ساجا، دي بقى العربيه المظلومه الماليزي اللي موتورها 1300 سي سي، ودي اقل واحده في السعر فيهم. دي بحوالي 650 ل 700,000، وهي عربيه اعتماديه جدا وموتورها ناعم وتكييفها جبار، وتنفع جدا لو دي اول عربيه ليك او عايز حاجه لمشاوير المدينه والشغل. عايز بس افكرك بحاجه مهمه، انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتتابعنا على المنصات التانيه من خلال اللينكات اللي في الوصف. نيجي بقى ننتقل لتاني فئه معانا وهي فئه اللكجري الشعبي، اللي اول حاجه فيها هي ام جي 5. لو عايز تحس انك راكب عربيه شيك من جوه يبقى الام جي 5 مناسبه ليك. سعرها النهارده بيبدا من حوالي 900,000 وبيوصل لمليون وشويه، وفيها شاشات وكاميرات 360 ووسائل امان محترمه، بس بيعيبها انها واطيه شويه على الارض وفي المطبات المصريه محتاجه شويه حذر. الاختيار اللي بعد كده وهي الجيل الجديد من جيلي ميجراند. جيلي ميجراند نقلت حته تانية خالص عن العربيه القديمه. العربيه دي بتلعب في حدود ال 940,000 جنيه، واصبح بقى شكلها فخم جدا وفيها خامات محترمه وثبات على الطريق يفاجئك. دي بقى كده الحصان الاسود اللي ممكن تندم لو ما شفتهاش قبل ما تشتري. الاختيار اللي بعد كده وهو نيسان سنترا. نيسان سنترا حصل فيها مفاجاه ونزل عليها تخفيضات في الفئه الهاي لاين، بقت ب 900,000 جنيه تقريبا. ودي بقى الصالون المتنقل، عربيه مريحه وواسعه جدا وموتورها مع السي في تي مريح في استهلاك البنزين. دي عربيه العيله المثاليه تحت المليون جنيه. نوصل للفئه بقى اللي احنا حاطينها وهي الكروس اوفر والعربيات الجديده في السوق. خليك معايا بس علشان لسه هنعرف خلاصه الخلاصه في العربيات دي كلها. الاختيار اللي بعد كده وهي شيري تيجو 4 برو. عايز تركب اس يو في او عربيه عاليه، التيجو 4 برو بتقدم المعادله دي في حدود 900,000 لمليون جنيه. عربيه عاليه عن الارض، تكنولوجيا حديثه جدا ومناسبه جدا لشوارعنا، بس شنطتها مش اكبر حاجه. وبعد كده بيجي الرينو تاليان والرينو كارديان. الرينو تاليان طبعا انتوا عارفين ان هي نزلت بدل الرينو لوجان، والرينو كارديان نزلت بدل الرينو ساندرو. التاليان بتبدا في رينج 725,000 جنيه وبتيجي بموتور 1000 سي سي تيربو، موفره جدا وشكلها روش. والكارديان برضو بتنزل بنفس منظومه الحركه ديت، وهي الاخت الكبيره للتاليان. واصبح دلوقتي الكارديان شكلها كروس اوفر وبتبدا من 850,000 جنيه تقريبا. دول للناس اللي بتحب الروح الفرنسيه والامان الاوروبي. الاختيار بقى اللي قبل الاخير وهي الشيفروليه اوبترا الجديده. الاوبترا اللي لسه موجوده وبتقول انا هنا باعتماديتي. سعرها بيلعب في 770,000 جنيه تقريبا. عربيه حلوه ومصاريف تشغيلها قليله، بس التكنولوجيا اللي فيها بقت قديمه شويه مقارنه بالصيني الجديد. والاختيار الاخير وهي هونداي اكسنت. العربيه دي ما بتقولش لا، موتورها 1600 سي سي عافي ومعاها فتيس قديم بس حمال اسيه. ميزتها انها مكشوفه لاي ميكانيكي وقطع غيارها في كل حته وبيعها كويس. هي مش بتاع الجري وغرز عشان ثباتها ووسائل الامان اللي فيها على قدها، خصوصا اول فئه. طب الخلاصه ايه بقى يا عم عمرو لو انا عايز اشتري عربيه بمليون جنيه؟ بص يا سيدي، انت لو محتاج عربيه اعاده بيعها ومصاريفها وتشغيلها ملهاش وجود، يبقى نيسان صني هي الاختيار الامثل. ولو عايز عربيه رفاهيه وشكل وشاشات والكلام ده كله، انصحك بجيلي ايميجراند او ام جي 5. ولو عايز عربيه عيله واسعه ومريحه يبقى نيسان سنترا هي اختيارك. ولو عايز عربيه عاليه علشان المطبات يبقى شيري تيجو 4 برو هي الانسب ليك. ومهم جدا 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 قبل ما تدفع المليون جنيه انزل جرب واعمل تيست درايف للعربيه بنفسك، وما تركزش بس في سعر العربيه. اسال على اسعار الصيانات وتوافر قطع الغيار، واسال عن سمعه الوكيل اللي انت هتشتري العربيه اللي تبعه دي. وفي النهايه لو معاك مليون جنيه النهارده هتختار انهي واحده في العربيات دول وليه، وايه هي احتياجاتها. وفي الختام شكرا لك على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه على يوتيوب. تابعنا علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.